في هذا الفيديو غادي نعرفوا الموعد ديال نتائج الانتقاء بالمدارس العليا للاساتذه لونيس ليزيف لي فيس او ولينسيت وحتى موعد الاختبار الشفوي والموعد ديال النتائج النهائيه. إذا بالنسبة للإعلان عن نتائج الانتقاء لولوج الإجازة التربية تخصص التعليم الثانوي بالمدارس العليا للأساتذة بكل من الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، تطوان والرباط، والمدارس العليا للتربية والتكوين بكل من أكادير وجدة القنيطرة بني ملال برشيد والجديدة، وأيضا كلية علوم التربية بالرباط، والمدرسة العليا للأساتذة التعليم التقني بالمحمدية غتكون ابتداء من غدا 7 شتنبر أي 7 في شهر 9 إن شاء الله. وغيكون نشر نتائج المترشحين المقبولين في اللوائح الأساسية بالمدارس العليا للأساتذة 2023 في المنصة الرسمية www.cursussup.gov.ma. وغيتنظم الاختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين اللي تقبلوا في الانتقاء التمهيدي ما بين نهار 2/11 في شهر 9 والسبت 16 في شهر 9. في حالة تقبلتي في الانتقاء التمهيدي غتمشي لمركز الاختبار ودي معك بطاقة التعريف الوطنية والاستدعاء باش تدوز الشفوي. ورد البال راه أي نقطة قل من 3/20 غتعتبر موجبة للإقصاء من المباراة. وغيتم الإعلان عن النتائج النهائية نهار 21 شتنبر 2023 في المنصة الرسمية اللي دوينا عليها من قبل. تنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.